السلام عليكم. لو اول مره تشوفوني، معاكم نور. النهارده هعمل معاكم فطار حلو قوي من الفطار البلدي الاصيل المصري اللي كلنا بنحبه ومنقدرش نقاوم قدامه الصراحه. بيبقى دسم كده وفي توابل وتوم وبصل وكده، بس بنحبه قوي وبنحب ناكله وبنضعف جدا جدا قدامه. يلا تعالى نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل مع بعض دلوقتي اول حاجه كده الفول اللي هو بالطماطم. جبت حله سخنتها وحطيت فيها معلقه سمنه كبيره، وحطيت بصل وحطيت معلقه من الهريسه البارده. تمام. اول بقى ما هما يسخنوا كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت على معلقه السمنه، ونقلب بقى لحد ما اللي كله يتجانس كده مع بعضه والبصل يدبل. تمام. حطيت بقى ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وحطيت نص معلقة من الكمون. المعالق اللي انا بقول عليها دي معالق صغيرة. حطيت معاكي توابل من اللحمة او توابل فراخ او مرقة براحتك. انا حطيت ربع من المرقة، وحطيت كمان ربع معلقة من الكزبرة. انا بقولك على توابل اللحمة او توابل الفراخ لو انتي محتاجاها، لو انتي حابة تحطيها. انا ما حطيتهاش، يبقى انا حطيت فلفل اسمر، كمون، حطيت كزبرة، ملح. تمام. وقمت حاطه 4 معالق كده من الخل، معالق صغيرة برضو، يعني كل اللي انا استعملته معالق صغيرة. نقول تاني، حطيت معلقة كبيرة من السمنة، حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، حطيت بصلاية مقطعاها كبير شوية مش رفيع، حطيت فلفل اسمر، كمون، حطيت كزبرة، حطيت ملح. تمام. وحطيت 4 معالق صغيرة من الخل. واول ما كل البصل دبل كده واصفر، نزلت عليهم بصلصة الطماطم وزودتها مية، يعني الصلصة خفيفة مش تقيلة. واول ما غلت نزلت عليها بالفول. الفول طبعا احنا مدمسينه قبل كده، فلو دخلتوا على الصفحة بتاعتي هتلاقوا اصلا طريقة الفول انا منزلاها. ناخد بقى الفول ونقوم حاطينه وسايبينه مغطينه بقى يستوي مع بعض. جيت بقى دي جبنة حادقة اللي هي بالمش، حطيت عليها شوية من الزيت وقطعت عليها طماطمايه مكعبات. تمام. هنهرسهم كده مع بعض. انا حطيت نسيت، حطيت عليها معلقة كبيرة من الطحينة البيضة، وده شكل طبق الجبنة بالطماطم. خطير، تاكليه مع عيش، تاكليه مع فطير، تاكليه مع اي حاجة، هو صراحة تحفة. جينا بقى للطاسة القديمة بتاعتنا، قمنا حاطين فيها فلفل سبايسي على فلفل رومي، وهنديها بقى كده تشويحة لحد ما يتقلوا كده او ياخدوا لون بسيط معانا. انا من الناس اللي ما بحبش الفلفل يتحمر قوي، يعني بحب ان هو ياخد لون كده، يا دوبك يدبل وياخد لون. وقمت كمان قليه شويه من البتنجان الابيض، واول بقى ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده معانا هبدا اشيله. جينا بقى للطعميه. الطعميه انا كنت عاملاها، هخش برضو على الصفحه عندي هتلاقوا طريقه الطعميه دي. طعميه بالحمص، حطيت عليها ربع معلقه من البيكربوناتو، وحطيت عليها رشه من الفلفل الاسمر، وتبلتها بالملح، وحطيت عليها حبه من البيض. تمام. ممكن تستغني على فكره عن البيض، بس انا بحبها من البيض، بتديها طراوه كده ولون حلو انا بحبه. وحمرت شويه من البطاطس، والبتنجان تبلته بالكمون والخل والثوم الملح، وضربتهم في الكبة وتبلت بيهم البتنجان، وضمت شوية جرجير وبصل وطماطم قطعتها كده حلقات.
ده شكل الاكل، وده طبق الفول بعد ما خلص. الاكلة دي في قلبك قوي قوي قوي، يعني بجد من اكتر الاكلات اللي انا بحب افطر بيها. وغيرنا دي اكلة شعبية والمصريين كلهم بيحبوها، بس في ناس ما بيحبوش الفول اللي هو اللي بالطماطم، انا الصراحة بحبه. شكل الطعمية اهي، شفت اللون الذهبي والبطاطس. انا احب احط البطاطس اللي هي البلدي، البطاطس بتاعتنا عادي، واقطعها واحط اقليها، وبعد كده احط عليها كمون وملح، ولا سبرينجل بقى ولا الكلام ده كله. شفت الطعمية قد ايه هشة وقد ايه لونها، وبصل بقى. لازم تجربوا الاكله دي بجد بجد هتعشقوها. ولو ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ويا رب تعجبكم كل اكلاتي. مع السلامه، سلام.